قال لك الجزائر بعثت السلاح لسوريا. حنا كي راحت الحماية المدنية والهلال الأحمر ما راحوش باش يعاونوا الشعب السوري في المحنة، وإنما داو معاهم السلاح، يعني زون بروفيتي دو لوكازيون وداو معاه السلاح لبشار الأسد باش يعاونوه باش يقتل الشعب تاعو. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية يقول لك علاش يوريو في الحصيلة، يريو في الحصيلة زعما راهم يزوخوا اون ديري شغل ماتش تاع فوتبول ولا زعما كيمدوا الحصيلة اللي داروها في تركيا وسوريا، شحال من واحد نقدوه وشحال من يعني من عملية قاموا بها. قال لك نورمالمون ما يوريوهاش، يعني ما يصرحوش بها، وهذا دليل بلي انهم راحوا باش يبينوا روحهم برك باش يزوخوا. هذا تصريح العالم الكبير والدكتور في علم الكبرانات وفي علم المختص في الجزائر وشنقريحة، يعني المختص في الكذب، يعني في الحقيقة دكتور مختص في الكذب على الجزائر. نتوما صيفتوا ناس مزيان، صيفتوا ناس ما كاين باس، صيفتوا ناس قلتوا بانهم غيشاركوا في العمليه ديال الانقاذ في سوريا وفي تركيا، ويجيو تعطيو معلومات، الاعلام عندكم يخرج يقارن. حتى شنو هذا الشيء هذا؟ واش نتوما لاعبين المقابله؟ ترى الناس ميته، انت باش تعرف الكبرانات ما عندهمش العقل. هي هادو المرضى النفسيين. واش انت مشيتي تقدم مساعده ولا كتظاهر؟ كتبغي تبين الظاهر بمعنى كتبغي تبين بانك راك داير شي حاجه. هنا حتى قدمتوا مساعده كيقول لك راه هادشي ديالنا اللي مشاو ديالهم ديال الانقاذ. في تركيا انقاذ 12 شخص وانتشال 51 متوفي، وفي سوريا انقاذ 1 شخص وانتشال 33 متوفي. واش ماشي عيب؟ واش هذا نظام عنده العقل؟ واش هذا وقت؟ واش كاين شي دوله اللي قدمت مساعدات وقدمت ناس تما مشاو يساعدوا تركيا ولا سوريا ويديروا هذه المساله؟ بالمناسبه سوريا بالمناسبه راه ما داو لا قوات ديال الانقاذ لا اشخاص يديروا الانقاذ لا غيرهم، وداو سلاح. شنقريحه دا السلاح باوامر ديال ايران، دا السلاح للاسد، لان المنطقه اللي ضربها الزلزال اغلبيه فين كاينه؟ خارج ماشي الاسد اللي هو اللي ماشي تحت السيطره ديال الاسد. اذا هنا شنو دا هو السلاح؟ الكامرانات داو سلاح، هذه معلومات مؤكده ومازال غتبان هنا. يا اخي انت دوله ميم با ما بعتش مساعدات، ما بعتش مساعدات لهذا البلد العربي، وتهضر على الدول اللي بعثت المساعدات. ويعني انت تلمو عندك، انت تخدم في المخابرات، عندك كل هذه المعلومات، ويعني المعلومات هذه لحقت ليك، لكن لحقت ليك يعني حب يقول بلي لحقت المخابرات العالميه كامله، يعني الدول هذه اللي لحقت سيرتو الدول الكبرى يعني لم تتحرك ساكنا. يعني على بالها بلي الجزائر دات سلاح لسوريا بصح ما تكلمتش. واش معناتها هذه؟ معناتها احنا دوله قويه، احنا دوله عظمى، خافوا منا مالا. هي برك انا متمسخير تاعك رحم باباك، برك انا متمسخير. احنا اولا كي نعاونوا الشعوب وليس النظام كنظام. وحنا كالجزائر كانت من اول الدول، او من كانت الدولة الوحيدة اللي كانت ضد التدخل المباشر، كان التدخل العسكري في سوريا. وللأسف الشديد التدخل العسكري في سوريا جاء طلبا من الجامعة العربية، وكانت على رأسها في الوقت هذاك قطر. هذا ديجا عيب علينا. وشاركتوا قريب كامل شاركتوا في حرب العراق، إلا الجزائر وبعض الدول العربية. احنا كان المواقف تاعنا والله العظيم يعني مواقف يعني نفتخر أن أكون جزائري كي نشوف المواقف هذه. في وقت العراق كنا ضد العراق، ضد الغزو العراق على الكويت، وفي نفس الوقت كنا ضد التدخل العسكري في العراق. كنا نبحثوا غير على حلول سلمية، حلول سياسية. لكن للأسف الشديد
كل الدول بما فيها السعودية والمغرب ومصر يعني كامل راحت هاجمت العراق، ونفس الشيء في ليبيا، ومن بعدها جات سوريا. أكيد الآن هل كاين ديمقراطية في تطور وديمقراطية في ليبيا وفي سوريا وفي العراق؟ راهي تدمروها الجيوش ودمروها، وكل شيء هذا مبني على المصالح، وخاصة المصالح الاقتصادية. وانا رأيي الخاص في هذه الأزمات مثلا في سوريا علاش كاين مشكل في سوريا؟ على جال الغاز، لأن كما تعلمون فإن قطر هي الأولى عالميا في مجال التصدير، في مجال الغاز. وباش الغاز تاعها يعقب، الأنبوب تاع الغاز تاعها باش يعقب إلى أوروبا لازم يعقب على سوريا ويعقب على تركيا. وكي كان بشار الأسد ضد هذا المشروع، حبوا يبدلوا النظام ماشي على جال الشعب السوري، ماشي باسكو راهم يخمموا في الشعب السوري، حبوا يبدلوا النظام، يجيبوا نظام اللي يسمح لهم بتمرير الغاز القطري، ولما لا حتى الغاز الكيان الصهيوني يمروا على سوريا ومن بعد تركيا إلى حتى يصل إلى الدول الأوروبية. ونفس الشيء الحرب اللي في أوكرانيا حاليا، ما تقولوش بلي يعني صدفة الحرب في سوريا ومن بعد في أوكرانيا والتدخل السوري والتدخل الروسي في سوريا، لا تعتبر صدفة، هذه كامل داخلة في مصالح واستراتيجية وحدة. حتى أوكرانيا الغاز الروسي كان يعقب على أوكرانيا اللي يروح لأوروبا. إذن كل هذه التدخلات كانت لأجل مصالح وما كانتش لأجل الشعوب. لهذا فإن الدولة الجزائرية توجور كانت مع الشعوب ماشي مع الأنظمة. الآن على ننكروا احنا باللي القذافي كان ديكتاتورية كانت في كل البلدان العربية هناك ديكتاتوريات، ولكن التغيير كاين طرق تقدم بطرق سلمية. وإلا كان رحنا للحروب الآلية هاو نشوفوا النتائج، شوف شحال قتلى وشحال الضحايا وشحال يعني حتى المنشآت دمرت ترجع 100 سنة للوراء. إذن يا أخي الدكتور المختص في الكذب على الجزائر، ما على باليش كيفاش عطاوك الدبلوم هذا تاع دكتور هذا، وقال لك خبير استراتيجي وما على باليش العلاقات الاستراتيجية وعلم الغبار ربي يهدينا يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.